قصة صورة النهاردة عندنا صورة مؤثرة جدا. الصورة دي يعني ليها ذكرى سيئة جدا، وباين قوي قد ايه هي معبرة. كنا اتكلمنا عن صورة برضو لعبد الحليم، بس فيها العكس، كان فيها ابتسامة. النهاردة برضو وكانت من حفلة، برضو النهاردة برضو من حفلة، ولكن صورة بتبص فيها على مكان الملحن الموسيقار محمد الأصابجي. ودي أول حفلة ليها يكون محمد الأصابجي مش موجود. تقريبا طول حياته ام كلثوم محمد الاصابجي كان ملازما ليها، مع انه كان فنان كبير جدا قبل ما هي تتشهر. يعني هو كان نجم كبير قوي في عالم التلحين، وهي كانت لسه بادئه حياتها. فبالتالي بنشوف الصوره دي وهي بتبص بعد وفاه الاصابجي. كان هو وسط الفرقه دايما ماسك العود، وفي اللحظه دي كانت هي بتغني اغنيه بعيد عنك من كلمات مأمون الشناوي والحان بليغ حمدي. وبعد الانتهاء بقى من كوبليه بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك، بصت للكرسي اللي كان قاعد فيه الأصابجي، وحرصت انه يكون كرسي فاضي، ما تجيبش حد يقعد مكان الأصابجي. وراحت بصة بعد كلمة بعد جملة ما تبعدنيش بعيد عنك، او بعيد عنك حياتي عذاب. طبعا كان معروف ان الأصابجي بيحبها هو واحمد رامي. وبعد البصة دي دخلت في نوبة بكاء شديد قدام الجمهور، بالمناسبة ان بعد 30 سنة من الحفلات الكتيرة اللي كانت بتعملها والأصابجي كان موجود، لأول مرة ما يبقاش موجود. وزي ما قلنا ان ام كلثوم رفضت ان اي حد تاني يقعد على كرسي الأصابجي، وانه مش يتشال، لا يتساب فاضي في حفلاتها بعد الوفاة بتاعتها. والبصة دي بصة معبرة جدا، ما تجيش تمثيل ابدا. دي كانت حياتنا النهارده. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وانتظرنا في الحلقات الجاية.